نظن شوف البلد اللي رايحين نلعبوا فيه كأس افريقيا عنده كل يعني الامكانيات باش نفوزوا بها، لان بلد اللي المناخ تاعو يشبه مناخ تاع الجزائر شمال افريقيا. الملاعب ملاعب ان شاء الله نقولوا ستكون يعني حاضره. الان الفريق يعني راه في تطور مستمر، خاصة مع المدرب هذا اللي بدل خطة لعب. شفنا خطة لعب يعني مغايرة تماما في هذيك، وشفنا لاعبين اللي اندمجوا في هذه الخطة هذه بدليل يعني النتائج اللي أصبحت في آخر أوقات. الآن حكيم باش يعني نتكلموا بصراحة، عندنا فريق اللي فوز تاع كاس افريقيا لازم نروحوا بثوب يعني البطل. تصريحات رئيس الاتحاد وليد صادي اللي يقول انه الهدف الاساسي هو التاهل لكاس العالم، ولكن حنايا يقول ما نساوش انه مرتين ما تجاوزناش الدور الاول، لذلك وجب علينا نشتغل بهدوء ونحقق اول شيء نتجاوزوا الدور الاول. يعني بالمختصر على انه الكثير يفسر النجمة الثالثة ما فيهاش، هذا وش المفهوم المختصر مع زين عامر ومؤمن آيت قاسي ورضا معتام. طرحت عليكم سؤال قبل الفاصل بين ثلاثة، طبعا أبدأ مع رضا. هل لدينا منتخب قادر على أن يذهب على الأقل يتجاوز النصف النهائي؟ أنا نظن باللي المنتخب الوطني مع التجديد خاصة في هذا يعني السنتين اللي فاتوا شفنا يعني طريقة خطة لعب، شفنا يعني طريقة لعب تغيرت كمان 3-5-2 ثاني ولاو لي جوار. انا نقول لك هناك علاقات كثيرة. شفنا لاعبين اخي لاعبين اللي اداوا مقابلات في المستوى، خاصه في الشوط الثاني شفنا تغيير تاع الناخب الوطني في يعني في لي رومبلاسون. لا هناك يعني كما يقول لك بدور تؤدي باللي عندك فريق وطني اللي يقدر يروح في يعني في كل مدينه النصف النهائي. هذا كيما يروح النصف النهائي. كررت لي جملة مرتين، هو أنه تغير المنتخب وتغيير فكر اللاعبين وأعطى لمسة كبيرة. هل ترى بأن هذا المنتخب كأنه أفضل منتخب أفضل تشكيلة؟ قلت لي تغيرت المدرب وتحكي لي على الخطة وعلى اللاعبين مرتاحين. أنا على جملك على أفكارك ما تقول لي؟ احنا نتكلموا على الفريق الوطني تاع 2024. الماضي لازم ننساو. انا لا اتحدث على الماضي لازم انا اتحدث على جملك. هناك عدة رضا انت تحدث لي على جمل، سامحني انت وظفت لي جمل كثير كررتها لي. المنتخب تغير، المنتخب بالمدرب اعطاه لمسه كبيره، لذلك طرحت عليك هذا السؤال. حتى خطه لعب حكيم تغيرت، شفناها في الشوط الثاني. التغييرات اللي يديرها المدرب تأتي بنتائج. هذا واقع، هذا ميدان. نعم. احنا ماناش هنا باش نكونوا ضد فريق او ضد مع فريق. احنا وطنيين حكيم. احنا دوك الفريق الوطني وفقط، لسنا كاشخاص، فهمتني؟ يحبوا الخساره الفريق الوطني كي يكون مدرب. والله احنا نحبوا الفريق الوطني وفقط. هذا ما كان. انا لا اريد ان اوظف كلمه وطنيه وكل، لانه كامل الجزائريين يحبوا المنتخب. احنا كل واحد باختلاف افكارهم حكيم، كل واحد معروف في التصرفات تاعو. الان الفريق الوطني هو جاهز 100% لخوض كأس افريقيا. ممتاز. مؤمن آيت قاسي قبل نذهب الى زين، منتخب لديك منتخب جاهز لأن يكون مرشحا ضمن الأربعة الأوائل؟ أكيد سمعنا الكثير يتحدث أن المنتخب الوطني استرجع بريقه واسترجع نشوة الانتصارات بخطة جديدة كما تفضل الأخ متام. لاعبين تأقلموا مع المدرب الوطني الجديد. صحيح أن هناك بعض النقائص، هناك بعض التدعيمات التي يجب أن يبحث عليها بيتكوفيتش. أنا ما يجعلني متفائل أن نكون مع الأوائل في البطولة الإفريقية القادمة هي تواجد رجل ذكي اسمه بيتكوفيتش. صحيح أن الكلام تاع صادي قال on est dans un groupe équilibré متكافئ. والناخب الوطني ماذا قال؟ ليست سهلة، حذاري، نحن في مجموعة ليست سهلة. صافي دي كوا؟ إذا أنت تقيس نفسك من جهة تقول لي عندنا أنا جايك ومن جهة تقول لي متكافئ أنت مع السودان ومع غينيا أنا جايك. لا أنا جايك. فاسو أنا جايك. إذا اليوم خلينا نتفكر
كعقلانيين كرياضيين نحن لا نريد ان نضغط على بيتكوفيتش. لا لازم يجيب كوب دافريك. انا ما يجيبش كوب دافريك، بيتكوفيتش لازم يروح. لا سامحني، لا انا جاي. منتخبات القويه في اوروبا، سامحني، انجلترا واسبانيا وفرنسا وما شابه، لما تطرح على البوسنه ومنتخبات اخرى تقول لي منتخبات متكافئه؟ لا ابدا هذا غير منطقي. اذا ماذا تقول؟ تريد مع السودان تقول مع احتراماتي للسودان وغينيا الاستوائيه وتقول لي متكافئه؟ جايك تفضل تفضل. في النسختين الاخيرتين خرجنا من الدور الاول. انا نقول الصعوبه دائما حتى في كان 2019 لما فتنا الدور الاول فتنا الاس 3 انتصارات بدون اي مشكله. لو نقدر نعمل هذا المشوار اللي عملناه في الدور الاول، يعني لو نجوز سون انكومبر لو بريمي تور، يعني في المباراه الاولى نربح والدوزيام نربح ومن بعد المرتبه نحضر المباراه اللي جايه، انا نقول لك نروحوا بعيد. حنا كل شيء متوقف في الدور الاول، ليس لاننا كاس هذوك دا قبل نسمع الزين قال لك سي فري خرجنا من كاسه كبيره مع الكاميرون، بصح من بعد استرجعنا درنا واقع 17 ولا 18 مباراه بدون انهزام. خسرنا مره واحده مع السويد اون اميكال، جو بونس كو سي سا اون ا ريبري كوميم. ومن بعد وين عاودنا طحنا في الضغط. الهدوء ما كانش متوفر، الهدوء في كل اسبوع مشكل، في كل تربص مشكل. اليوم الهدوء لازم يرجع. هل كاين هدوء حاليا في المنتخب؟ ريلاتيفمون وي، ريلاتيفمون كاين بارابور لواش كنا نشوفوا. كاين صمت فوالا، يعطيك الصحة. سي لو مو الصمت احسن. حنا حاجه مليحه ابواق. انا جو سالي مليح دوكا صادي او تعلم الدروس اللي جازت، رغم انه ني با كيما يقول لك طومبي دو لا ديرنيير بلوي صادي دوبي 2009 ولا 2010 في المنتخب. الله يبارك مامو يعرف هاد الامور مليح. دونك اليوم حنا واش نقولوا؟ اتركوا المنتخب الوطني من حيث تدرون ام من حيث لا تدرون سوف تضغطون عليه. من سوف الناس اللي راهي دايره في راسها يا حكيم بالليك المونديال برك. علاش المونديال برك؟ حنا شكون؟ حنا لي زوطو، مع كل احتراماتي لي زوطو. حنا ماشي لي زوطو، حنا المنتخب الجزائري. صحيح ان الكل زعما يقول لك لا معليش كذا، بصح ما كاش منها معليش. انت واسمك الجزائر حكيم. حتى انا ندير ابواق، ماذا سوف تفيدنا ابواق؟ لن تفيدنا في شيء. الميدان هو الفاصل يا حكيم. ممتاز. الميدان هو الفاصل. لديك منتخب يمكن ان يصل على الاقل الى المربع الذهبي بامكانيه تدعيمات، بالهدوء اللي كاين، او خليني نقول لك الجمله اللي وظفوها او الكلمه هي الصمت الكبير للمنتخب حاليا. كل شيء متوفر، ويجب هل تقيس على دوره 2019 لانه في شمال افريقيا مقاطع بمصر اتحدث، ام ظروف مختلفه تماما؟ تفضل. لا انا نظن ما لازمش نقيسوا يعني مع السابق، ولا انا نظن يعني هذا رايي. اليوم قلت لك يعني رانا في مرحله اخرى، فريق وطني تقريبا يعني عاود استرجاع قواه، ولو انا نظن هذا رايي الشخصي ان الفريق الوطني مازال يخصه يعني ماتش ريفيرونس، مباراه قويه اللي تخليه يعني يقدر يعرف قيمته الحقيقيه. لان اليوم انا نظن في التصفيات ما لعبناش مع منافسين يعني اللي كانوا اقوياء لدرجه وين نقدروا نقولوا اليوم اننا يعني جاهزين من كل الجوانب. يختلفوا المنافسين تاع الدورات المغلقه مع المنافسين التصفيات. نعم ولكن لازم لك اختبارات حقيقيه مع منافسين قويين. لان لما تروح في اختبار حقيقي مع منافس قوي صحيح. يعني احنا في السابق اذا تذكر اين كان الخلل، ولو ربحنا يعني ما نذكروا ان ربحنا كل يعني المخضرمين في افريقيا، ربحنا السنغال، ربحنا اقوياء القاره ربحناهم في السابق. ولو يعني احنا وين في السابق وين كان الخلل ان كنا يعني احنا مشينا في هذه تاع الانتصارات، يعني سلسله الانتصارات والانتصارات اللي خلاتنا يعني ننساو ان كان عمل لازم يتندار في المنتخب، لازم هناك يعني تجديد، لازم كان ولو كنا الناخب السابق كان يستدعي لاعبين جدد ولكن ما كانش يوظفهم، وهذا وين كان الخلل في المنتخب الوطني. اليوم انا نظن الناخب الحالي كان عنده طريقه اخرى، كان يعني يغير كما قال رضا. انا نظن التجديد مليح، لان لما تغير
tu fais faire valoir la concurrence ولما tu fais faire valoir la concurrence اللاعبين دائما ما يناموش دائما وين يكونوا على بالهم ان يعني اللي ما يكونش على اتم الاستعداد كاين البديل باش يعوضوا في المنتخب الوطني ولكن من جانب اللاعبين يعني عندنا اريحيه ولكن من جانب اخر ما لازمش ثاني نناموا ونستيقظوا لما نلعبوا مع ان غران دافريك وبعد نقولوا عندك 11 شهر للتحضير ولكن هاد 11 شهر لازم نستثمروا باش نلعبوا دي سبارينغ بارتنر مع فرق ودول قويه. زين من فضلك تتحدث على التجديد، اين هو التجديد؟ لا كاين لاعبين اعطيني دي بوست. لا في كل لا لما تشوف انت اللاعبين المستدعيين بالك انا مانيش نشوف. لا لما تشوف الاستدعاءات في كل طرابلس كما كان يقول رضا تم عندنا لاعبين جدد صافي دير كي يقولك التجديد سي با التجديد تجيب لاعبين. هل كاين مثلا لاعبين اللي التحقوا بالمنتخب الوطني في الاونه الاخيره النخب الوطني يغير دائما لما نشوفوا على القائمه نشوفوا انها تغير من طرابلس لاخر. كنت تتحدث عن جديد المنتخب شياخه ومازا فهما لم يلعبوا مش على التجديد شوف ما فهمتنيش انا نتحدث عن التجديد في نمط العمل المردود تاع لا التجديد اسمح لي اصبح يسجل في الاهداف. لا بالرحمه تغير اللعب تاع بالرحمه يا استاذ احنا نحن لا نتكلم عن المقارنات تتفقون على فكره التغيير على طريقه لعب على طريقه تاع المنتخب. لا المنتخب حتى الخطه تغيرت فوالا في نمط اللعب في نمط اللعب اللاعبين تغيروا في المردود حتى اللاعبين تبدلوا. كاين كثير من اللاعبين استدعيوا من طرف النخب الوطني ونشوفوا في كل طرابلس كاين لاعبين جدد ماشي غير يعني حتى منذ مجيئه الى يومنا هذا تقدر تقول يعني مجيء انا نقدر نعطي لك من على واحد ل 11 7 الى 9 لاعبين مش حكي على الفريق المثالي ولا الفريق اللي يدخل يلعب مش حكي على هذا الشيء ولكن لما يكون انت عندك في كل طرابلس الناخب عنده لومبارا جو شويه يقدر يستدعي لاعبين هذا الشيء مليح لان هذا الشيء يخلي الناس يعني دائما ما تنامش الناس يستمر ولكن انا دائما نقول شيء اخر لازم تجيب اللاعبين على اتم الاستعداد لازم يكون لو جوور لو بلوز ان فورم دو مومون انا يعني هذا هو اللي لو كريتير الاول باش تستدعي اللاعبين المنتخب طيب اذا في ثلاثه اتفقتوا على انه منتخب قادر يروح للنصف نهائي والنهائي على الاقل. اقول لك النصف نهائي ولا النهائي انا اقول لك اليوم دورة مغلقة عندك المقومات باش تروح للنصف النهائي. أنا هذا ما طرحته عندك مقومات ما عندكش. حبيت نعطيك الإجابة أنا ما يفوبا تستبق الأحداث مثلا في دورة 2019 شفنا مثلا احنا في ثمن النهائي شفنا منتخبات قوية أقصيت شفنا منتخبات قوية أقصيت في هذاك الدور وعلاش؟ لأن الدورة هذه كانت يعني دورة وين كانت أريد أن أطرح عليكم سؤال سامحني نكمل لك الإجابة تفضل. اليوم لما تطرح لي سؤال يعني اولا على الدور يعني في الدور الاول انا لما تقول لي على الدور الاول نقول لك نعم عندنا كل مؤهلات وكل مكونات باش نتاهلوا الى الدور الثاني. ممتاز. ما الذي يتغير في مشهد التصريحات؟ نتحدث على الان في افريقيا مثلا فيه بعض المنتخبات فيه بعض المسؤولين احيانا كوت ديفوار السنغال حتى البلد اخر ربما يقول لك احنا هدفنا والله نكونوا في كاس العالم ضمن منتخبات النصف النهائي حتى رؤساء في رئيس الكاف ولا حتى رئيس الفيفا يقول لك انا شوف في افريقيا كاين منتخبات تقدر نصف نهائي. نعم. لماذا انت تقول لي الدور الاول وتقول للجزائريين الدور الاول؟ هذا ما اردت قوله. لا دوكا يعني انا نظن المسؤولين ولا الناخب الوطني يحب كما كنا نتكلموا بالك يعني ينحي الضغط على اللاعبين ولا يعني باش ولكن اليوم انا نظن هذا الشيء خطا لان لازم اللاعبين تحملهم المسؤوليه. في 2019 الناخب السابق قال لك نروح نربح كاس افريقيا بالك حظ ولا ماشي حظ ولكن نربح كاس افريقيا. تقول لي كان بالك يكون خطا من طرف الناخب السابق كان قادر يعني هذاك الشيء ينقلب على اللاعبين ولكن يا اخي احنا ربحنا على الاقوال تاعو قال لك ربحها. اليوم لما انت تقول لي الضغط ما الضغط هادو لاعبين خويا سامحني هادو لاعبين محترفين صحيح هادو حياتهم كاع يعيشوا بالضغط منطق ما يقولوا هزين. انا جاب لي ربي خلاص ما بقيناش نحكوا على الضغط. هل يمكن ان نتبع ما يقام في السياسه لما يقول لك الرئيس على انه احنا
احنا مثلا في مجالات اخرى احنا دولة سنصل الى هذه النقطة اقتصاديا ونكتفي ذاتيا بهذا الامر. على ما يقول لكش احنا بعد 10 سنوات ونقدروا. هل يجب على كل المسؤولين الاخرين في رياضات اخرى ان يتبعوا ايضا ما يقوله الرئيس في مجالات اخرى؟ نعم اليوم شوف ما نقدروش لازم ترفع السقف تاعك. ما نقدروش نقارنوا الرياضة بالسياسة. الرياضة هي سياسة. ولكن نقدروا نقولوا ان اليوم يعني لما تشوف المؤهلات قلت لك واش تشوف واش عندنا ما تقدرش انت تشوف با تكونتونتي تقول انا يعني لا. انا نظن اليوم ماشي ترفع السقف لازم تتكلم. شوف اليوم طموح ماشي طموح لازم تكون انسان عقلاني منطقي. وتتكلم تقول منطقي وتقول الحقيقه. لما يكون عندك انت اليوم عندنا وكان ما عندناش انا واحد يقول لك نعم يعني ما اليوم عندك كلش. عندك الاموال عندك كل الامكانيات اللي تخليك تحضر في احسن الظروف. عندك لاعبين على اتم الاستعداد يعني عندك